السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل بإذن الله مع بعض كنافة بالقشطة. يعني ايه كنافة بالقشطة يا ام ملك؟ هنقول مع بعض. زي ما انتم شايفين الكنافة بجيبها واحطها في الفريزر. زي ما انتم شايفين كده بتبقى مجمدة، قبلها بيوم، قبلها بيومين، قبلها ب5-6 ساعات، قبلها بشهر بشهرين. انا صراحة بجيب 2 كيلو واحطهم في الفريزر وقت ما احب يعني واخلهم نصاص، لان الصينية عندي مقاس 30 بتبقى حلوة قوي، فيها حجم النص. زي ما انتم شايفين كده الصينية اهي، والكنافة فركتها بايدي بتبقى زي الرملة. زي ما انتم شايفين كده لما بفركها في ايدي وهي طالعة من الفريزر بتبقى سهلة في فردها وسهلة في استخدامها. زي ما انتم شايفين فركتها وخليتها ناعمة كده زي الرملة، جميلة بسم الله ما شاء الله. ببطن ايدك ما بتاخدش ثواني. جبت الصينية بتاعتي اللي هي مقاس 30، اصغر صينية عندي في الثلاثة اللي هما يعني بتوع البيتزا حبايب قلبي اللي حرفها واطي زي ما انتم شايفين كده. ورحت حطيت نص الكمية واسويها، نص الكمية بس بتاعت الكنافة، يعني ربع كيلو من تحت وربع كيلو من فوق. الحته اللي تحسي ان هي مش مظبوطه ظبطيها، اديها رشه كده وظبطيها وسويها، تبقى طبقه ايه متساويه وزي الفل. بحاول من الحروف ارفع الحروف شويه عشان لما اعمل القشطه بتاعتي واحطها ما تتحرقش عند الحروف، فاهميني؟ يعني بعلي الحروف شويه كده من بالكنافه واعمل لها زي صور كده. ده كنت عندي كيلو لبن، يعني خدت منهم نص وده نص، يعني نص كيلو على 2.5 معلقة كبار نشا. على البارد بيتقلب، يبقى نص كيلو لبن في كازرولة زي ما انتم شايفين كده، ومعلقتين كبار ونص نشا، وعلى البارد بيتقلب وبعدين يتحط على النار لغايه القوام ده. شايفين طبعا ده عشان سخن مولع، لكن لما بيبرد بيتقل يعني. فايدي اعليهم في ايدي فيهم مع النار لغايه ما شفت قوام كده اهوت، عشان ما يبقاش فيه تكتلات ولا الكلام ده كله، عشان النشا حبايب قلبي ما يتكتلش. يبقى ايدي فيها على طول التقليب المستمر، الاول على البارد وبعدين على النار مع التقليب لغايه ما يوصل السمك كده. طبعا ولا حاطين سكر ولا حاجه، لان احنا هنحط شربات، فمش محتاجه ان انا احط سكر في القشطه حبيب قلبي. القشطه دي اللي بيسموها ايه؟ الحلوانيه، الكريمه الكدابه القشطه، لكن هي مهلبيه حبيب قلبي، لبن والنشا زي ما احنا يعني متعارف على المهلبيه، لبن ونشا. طبعا هترشي كميه الكنافه زي ما انت شايفه كده من غير ضغط ولا حاجه، يعني طبعا ما تضغطيش عليه، هو مش محتاج ضغط ولا اي الكلام ده خالص. بطريقه سهله وبسيطه بترشي زي ما انت شايفه كده، وتساوي السطح كده بايدك بالراحه، تبطيطه خفيفه كده بالراحه، ما بدوس خالص، ما بضغطش. اي كنافه خشنه او اي كنافه ناشفه ما اتفركتش اشيلها عادي، مفيش مشكله زي ما انا شيلتها كده. طبعا كل حاجه سهله وبسيطه وزي الفل. طب هتقولي طب ما حطيتيش سمنه ام ملك ولا الكلام ده كله؟ لا هنحط يا حبايب قلبي. انا دلوقتي بسيحها على النار. عندك سمنه بلدي حطيها تبقى جميله وبتعمل، ان الكنافه بتحب السمنه البلدي. ما عندكيش وعندك نباتيه او اي نوع اللي انت حباه حطيه. كوبايه ونص زي ما شايفين المج بتاعي ده 200 مللي، كوبايه ونص منه هحط كوبايه ونص منه. طب السمنه هتحطي كده في الحروف زي ما انت بتحطي كده، هتوصل تحت للصينيه، لان احنا ما دهناش الصينيه ولا دهنا اي حاجه، فهيوصل. قلت له لا ما تقلقوش من طبقه المهلبيه او القشره اللي احنا حاطينها، هيوصل عادي وما تقلقيش خالص. انت بس حطي في الحروف كده بالمعلقه. طبعا الفوران اللي بيحصل ده معلش، لان هي سخنت مني زياده عن لزوم السمنه، بس ولا يهمك ولا في اي مشكله ولا يحصل اي حاجه. هنحطها بقى على درجه حراره 180، مش على الرف الوسط، الرف اللي تحت الوسط، يعني بحيث ان هو ايه، الرف الوسط لا اللي تحته على طول. ولو من عصاجة يبقى مش الرف الاولاني للعصاجة، لا الرف التاني لاعلى. تمام. هنرش في الجناب زي ما انتم شايفين كده اهوت، وبعدين هنرش بقى في النص وفي الجناب وفي كله. الكنافه بتبقى محتاجه سمنه كتير، فلو احنا حطينا الكوبايه ونص وحسيتي ان هي بعد السوى في سمنه كتير صفيها قبل ما تحطي الشربات. بس هو القدر ده او الكميه دي بتطلع ما شاء الله مظبوطه وزي الفل. بصي يا حبايب قلبي، الفرن سخن مسبقا على 180، وهنحطها على طول. لما الجناب دي او الحروف دي تفك وتلاقي لونها الذهبي الفاقع الجميل ده، يبقى كده هوت هنقفل من تحت ونشغل الشوايه من فوق على اهدى حاجه لغايه ما يدي اللون اللي انتوا عايزينه. وخلي بالك ان انت تستني عليها يعني تغمق شويه، لان الشربات بيخليها تفتح درجه او درجتين، فاهميني؟ وبنقلبها بقى ايه تحت الشوايه كده يمين وشمال، عشان ايه تاخد اللون من كل جنب. وتخلي بالك وتركزي اهم حاجه، لان لو ما ركزتيش مع الشوايه ممكن تحرقها من على الوش، وخلي بالكم فعينك تبقى عليها بالذات مع الشوايه.
بصوا الشربات تقيل وجميل وحلو ازاي. مش هعمله قدامكم لان عملته معاكم كذا مره في القناه سواء في الفيديوهات او منفصل لوحده. الشربات التقيل طبعا عشان الكنافه بيبقى بارد وتقيل. الكنافه، الجلاش، الزلابيه، غير البسبوسه. البسبوسه بتبقى عايزه خفيف وسخن، لكن العسل الكنافه بيبقى تقيل. فانا بحط كوبايتين مثلا سكر على كوبايتين ميه على عصره نص ليمونه وعلى النار لمده 8 9 دقائق، ولما خلاص كده بنقفل عليها ونحط كيس فانيليا، ولما تبرد بنشتغل بيها. تحطيه في التلاجة وتشتغلي بيها. بصوا طالعه الكنافه ما شاء الله سخنه سخنه ملهلبه اهي من الفرن، والشربات ساقع. هنوزع الشربات زي ما انت شايفه كده، كميه الشربات لغايه ما تلاقيها هي حسيها كده خلاص كده استكفت وشربت وبقت جميله. عايزه تغطيها وتسيبيها مفيش مشكله، عايزه تسيبيها كده سيبيها بس نص ساعه مش قبل نص ساعه وتقطعيها. يبقى الشربات كوبايتين سكر على كوبايه ميه على عصره نص ليمونه، ويغلوا من 7 ل 9 دقائق. ولما يبردوا نحطها في التلاجة تطلع الكنافة ونروح مسقينها. طبعا مش هنقطعها زي ما قلنا قبل نص ساعة عشان تبقى حلوة ومتماسكة وجميلة. وطبعا لو عملتيها من بالليل وباتت لتاني يوم تبقى أطعم وأحلى وأجمل، مفيش مشكلة خالص. المفروض كنت انا يعني ايه، هو لونها ذهبي وجميل وحلو، بس انا كان مستعجله عليها. لو انا مش مستعجله عليها كنت سبتيها كده تغمق سنه، لان زي ما قلت لكم الشربات بيفتح لونها درجه او درجتين. قطعيها زي ما انت عايزه، مربعات، سمبوكسات، مثلثات، اللي انت حباه قطعيها. والف هنا وشفا على قلوبكم، والف هنا وشفا على اللي هيعمل واللي اكل منها. طعمه وجميله. جوزي صراحه بيحبها اكتر من بتاعه المكسرات. ملك بتحب المكسرات، في عندي ناس بتحب كده وفي ناس بتحب الاتنين. بس جوزي بيحبها كده لان بتحسي ان هي عشان ما فيهاش الكريمه بتاعتها او القشطه بتاعتها ما فيهاش سكر، فبتحسي ان هي دلعه شويه، يعني بتبقى السكر بتاعها معتدل، اللي بيحب الحاجه ايه معتدله. لكن اللي بالمكسرات طبعا بيبقى مكسرات وشربات فبتبقى مسكره زياده عن اللزوم، لكن دي بتبقى معتدله، اللي بالكريمه الكدابه او اللي بالقشطه او بالمهلبيه زي ما بيقولوا. كلها مسميات زي ما قلنا للحلوانيه. بصوا ارتفاعها جميل ازاي، وبتبقى هشه. بصوا هشه كده وجميله، والكنافه بتاعتها خفيفه، وطبقه كنافه يعني كنافه خفيفه كده وهشه وطعمه، وما بتبقاش مسكره، بيبقى السكر بتاعها معتدل، لان زي ما قلنا في النص مش حاشينها ولا مكسرات ولا حاطين فيها سكر في المهلبيه. فبسم الله ما شاء الله جميله، وجربي وعلى ضمانتي، وهتدعي لي في الكومنتات بقى عايزه الكلام الحلو الجميل اللي بيشجعني. انا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.